السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا في أفضل أحوالكم وفي صحة جيدة. أتمنى لكم كل الخير والسعادة. أتمنى أن تكونوا بخير بخير بخير. قبل أن أبدأ أرجو أن لا تنسوني من الاشتراك في القناة ووضع لايك وكذلك تعليق، سيسعدني ذلك كثيرا. جزاكم الله عني كل خير فضلا وليس أمرا. بارك الله فيكم ورزقكم ما تحبون من حيث لا تحتسبون. هذه بعض دعاء أو الأدعية التي يمكن أن نجلب بها الرزق، أو الرزق الذي ننتظر جميعا أن تكون فيه البركة ويكون فيه رزق الحلال بالطبع. وهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا من الأدعية التي كان يدعو بها الرسول عليه الصلاة والسلام للرزق. كذلك كان كما روت أم سلمة أم المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. أدعية الرزق هي كثيرة جدا، ولكن الأهم في الرزق هو أن يكون رزقا حلالا لكي تطرح فيه البركة من الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا رازق السائلين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك. اللهم يا نور السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا ديان السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل، أعذني من شر كل ذي شر أنت آخذ بنصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ثم نكمل بالاستغفار. فقلت استغفروا، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارزقنا حلالا طيبا من حيث لا نعلم. اللهم اجعل لنا فيه بركة واجعله رحمة لنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذا هو بعض الأدعية التي يمكن أن ندعو بها لجلب الرزق، فهي إن شاء الله مستجابة بإذن الله تعالى. يجب أن تكون النية الدعاء والنية كذلك بالاستجابة حتى يستجاب الدعاء. أتمنى لكم كل الخير والسعادة، وأتمنى أن يرزقكم الله جميعا حلالا طيبا من حيث لا تحتسبون، سواء كان مالا أو صحة أو زوجة صالحة أو زوجا صالحا أو ما دون ذلك. أتمنى لكم كل الخير والسعادة. أترككم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.